فورمال، سيمي فورمال، كاجوال، سمارت كاجوال، سبورتيف. هنعرف كل انواع الستايلات والفرق بينهم. اهلا بيكم اجمد واشك رجاله في الدنيا. معاكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوا القناه اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. صناعه الفاشن والموضه زيها زي اي صناعه بيحصل لها تطور وتقدم، ويمكن كلنا ملاحظين ده من خلال السوشيال ميديا. بقينا بنسمع مصطلحات ما كناش بنسمعها قبل كده، وده طبيعي جدا. اي مجال او صناعه مع الوقت بيحصل تطور وتقدم، ونبتدي نسمع مصطلحات جديده ما كناش بنسمعها قبل كده تمشي مع التطور ده. ومجال الفاشن والموضه زمان ما كانش فيه اهتمام بيه بالشكل ده، وبدا الاهتمام يزيد شويه مع انتشار السوشيال ميديا، وبقينا نشوف الفاشن بلوجر. ولو كنت سالت حد زمان عن ستايلات اللبس كان هيقول لك يا كلاسيك يا كاجوال، مفيش حاجه ثالثه. احنا في الفيديو ده هنحاول نوضح ستايلات اللبس والفرق بينهم بشكل سهل ومبسط. وزي ما قلنا زمان كان المتعارف عليه في ستايلات اللبس يا كاجوال يا كلاسيك، لكن دلوقتي الموضوع ما وقفش عند كاجوال وكلاسيك بس، الموضوع بقى فيه تنوع وتخصص اكتر. يعني الكلاسيك هنقسمه لستايلين، فورمال وسيمي فورمال، والكاجوال هنقسمه لستايلين برضو، كاجوال وسمارت كاجوال. يعني كده بقى عندنا ستايلات فورمال، سيمي فورمال، كاجوال، سمارت كاجوال، وهنضيف عليهم ستايل اخير زي ستايل السبورتيف او الستايل الرياضي. يعني كده بقى عندنا 5 ستايلات. بس قبل ما نبدا في ستايلات اللبس اعمل لايك عشان ده اللي بيساعد على انتشار الفيديو وبيخلينا اكمل واقدم لكم محتوى يليق بيكم. وطبعا كالعاده عشان الفيديو ما يبقاش طويل هنتكلم عن محددات كل ستايل والفروق بينهم، وبعد كده هنتكلم عن كل ستايل بالتفصيل في فيديو لوحده وايه انسب وقت ومكان لكل ستايل. واول ستايل هنبدا بيه طبعا الفورمال، وده اعلى الستايلات والتوب في الشياكه، وده معناه الزي او الشكل الرسمي، وعلى حسب كل دوله واللبس التقليدي بتاعها عباره عن ايه. بس احنا هنا هنتكلم عن البدله في صورتها الكامله. والصوره الكامله للبدله يعني الجاكيت والبنطلون من نفس الخامه واللون، مع قميص وكرافته وشوز جلد وحزام طبعا، والحزام يبقى نفس لون الشوز، مع انه مؤخرا طالع ترند شويه ان الجاكيت لون والبنطلون لون. واهم حاجه في الستايل ده الفيت، لازم البدله تبقى مظبوطه عليك بالظبط. تاني ستايل معانا السيمي فورمال، ومعنى كلمة سيمي يعني نص، واكيد جه في دماغك المعنى الحرفي يعني نص فورمال. هو مش بالظبط كده، هو السيمي فورمال هو ستايل الفورمال باستثناء قطعة او قطعتين. زي مثلا هتلبس البدلة من غير كرافته، او هتلبس وايت سنيكر على البدلة، او هتلبس بليزر على تشينو، او ممكن تبدل القميص بتيشيرت ابيض. يعني السيمي فورمال في الاساس هو فورمال باستثناء قطعة او قطعتين بنبدلهم بقطعة تانية تكون كاجوال شوية. عشان كده في ستايل الفورمال كنت بقول البدلة في صورتها الكاملة، عشان اي تغيير في قطعة او قطعتين هيحول الستايل لستايل سيمي فورمال. وتالت ستايل معانا الكاجوال، وده الستايل الاشهر والمحبب للاغلبيه عشان سهل وعملي وبيستحمل اكتر. وده عباره عن جينز مع سنيكر وتيشيرت او قميص، وليه اشكال كتير زي ما انتم شايفين. رابع ستايل معانا هو ستايل السمارت كاجوال، وده ستايل اساسه كاجوال زي السيمي فورمال كده، بيبقى اساسه فورمال باستثناء قطعه او قطعتين. نفس الكلام بالظبط، ده ستايل اساسه كاجوال باستثناء قطعه او قطعتين، بس العكس بنبدلهم بحاجه تكون كلاسيك شويه او فورمال شويه. زي مثلا هتبدل السنيكر بشوز جلد، او ممكن مثلا القميص يبقى كلاسيك شويه. واخر وخامس ستايل معانا هو الستايل الرياضي او السبورتيف، وده ستايل الرحرحه والحركه الكتير لان هو في الاساس ستايل الرياضي. والستايل ده مش بينفع في اي وقت واي مكان، وده عباره عن سويت بانس مع تي شيرت وكوتش رياضي، وده بينفع في اوقات معينه، ودي الاشكال بتاعته زي ما انتم شايفين. في نهايه الفيديو اتمنى ما اكونش طولت عليكم ووضحت لكم الستايلات بشكل سهل ومبسط. ولو عندكم اي افكار حابين اننا نتكلم عنها اكتبوها لي في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتش في القناه لحد دلوقتي اشترك وفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه اللي هتبقى خاصه بكل ستايل لوحده. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.